اهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم تانيتاس شوية وش مع دكتورة مي نجيب. احنا زي ما احنا متعودين احنا بنقول شوية افكار والابحاث العلمية الجديدة عن كل مواضيع تهم حياتنا، واحنا في سلسلتنا الايام دي موجودة عن انواع الابوة والامومة. النهاردة هنتكلم عن الابوة والامومة الغير متورطة. الأبوة والأمومة الغير متورطة هي النوع الثالث من أنواع الأبوة والأمومة، وهي تعتبر الأسوأ على الإطلاق. يعني أبحاث علمية بتقول لنا إن ناتج التربية بتاع الأبوة والأمومة الغير متورطة بتطلع شخصيات صعبة جدا في التعامل، وأحيانا كتير بتبقى معاها مشاكل حتى قانونية كتيرة. طيب إيه هي بقى الأبوة والأمومة الغير متورطة؟ الأبوة والأمومة الغير متورطة الأب والأم بيبقوا منعزلين نفسيا عن الأطفال. يعني إيه؟ يعني أنا مش قادر كبابا وماما لا أقدم دعم نفسي ولا حب ولا مشاعر ولا تعبير. أنا بحب عيالي، لكن حتى أن أنا أقدم لهم دعم نفسي أو كلام حلو أو تعبير أو تشجيع أو قلق عليهم، أو أنا مش قادر أقدم ده، مش عارف أعبر عنه. وفي نفس الوقت أنا حتى مش بوجههم، مش بقول تعليماتي أو إرشادات أو نصايح أو أي حاجة. أنا عندي اعتقاد إن زي ما أنا كبرت ابني هيكبر لوحده، وأنت في حالك وأنا في حالي. يعني الكلمة المحورية الأساسية للأبوة الغير متورطة هي أنت في حالك وأنا في حالي. الأبوة والأمومة الغير متورطة مشكلتها الأساسية إن بابا وماما غالبا متربيين بنفس نوع التربية، أو عندهم حاجة حواجز نفسية بيحطوها بينهم وبين اللي قدامهم. بينهم وبين اللي قدامهم يعني بابا وماما متجوزين، لكن بابا وماما بينهم حاجز نفسي بينهم وبين بعض. هي دي طريقة تعاملهم مع كل الناس. احنا بنحب كل الناس وبنتعامل تعاملات سطحية، لكن احنا ما عندناش الامكانية ان احنا ندخل في علاقة عميقة شوية. ده نوع من يعني هقول مثلا عليه ان هو نوع من العجز النفسي. يعني انا مش قادر ادخل في علاقة عميقة مع اي طرف تاني، حتى ولادي انا مش قادر اقرب منهم، ومش قادر اكون مشاعريا ونفسيا مرتبط بيهم للدرجة اللي تشبعهم هم نفسيا. انا مش شبعان نفسيا، وبالتالي مش قادر اشبع اللي حواليا. المشكلة فين؟ ان بابا وماما كمان هم مش شبعانين نفسيا، فهم مش شبعانين ومش قادرين يشبعوا ولادهم. دي غالبا نموذج الأبوة والأمومة الغير متورطة، لأن بابا وماما مش شبعانين نفسيا، مش شبعانين بعلاقاتهم وبحبهم، ومش قادرين يعبروا عنه، هم مش قادرين يشبعوا ولادهم. فالجملة الشهيرة ليهم، أو هم ما بيقولوهاش على العلن طبعا، لكن بيقولوها بينهم وبين نفسي: أنا موفر أكل وشرب واحتياجات المادية لولادي، لكن ما عنديش استعداد أتورط معاهم عاطفيا أو نفسيا. ايه امثلة الابوة والامومة الغير متورطة؟ عشان انا عارفة ان في ناس كتير وهي بتحضر الفيديو قالوا الحمد لله احنا مش النوع ده. هقول لكم بعض الامثلة واحنا نفكر بينا وبين نفسنا احنا النوع ده ولا لا، لان الحقيقة النوع ده منتشر. حتى لو احنا فاهمين ان النوع ده احنا مش كده، لكن احنا اوقات كتير جدا مع ولادنا بنبقى غير متورطين. يعني مثلا مثال شهير جدا: انا مش بعبر عن حبي لعيالي. يعني مش بقوله كلمة واحدة حلوة، مش بقول مثلا يا حبيبي يا نور عيني. انا مش عارف اعبر بكلام حلو عن مشاعري لولادي، وبقول لنفسي انا بعبر بان انا بجيب لهم الحاجات. الحقيقة الحاجات مش هي اللي بيعبر لولادنا عن حبنا. الحاجة التانية، اوقات بابا بيقول انا بجيب لهم احسن لبس واحسن كل الحاجات اللي هم محتاجينها، لكن انا مش بعبر. الحقيقة ده نوع من الانعزال النفسي عن الولاد. انا عايز دايما اكون بعيد نفسيا عن ولادي، فانا مش بعبر. وده الحقيقة منتشر جدا. انا مش بعرف اعبر لولادي عن حبي.
دي اهم حاجة، اهم سمة من سمات او مثال للأبوة الغير متورطة. ايه تاني؟ مثال تاني ان انا ابني راجع من المدرسة وحاسة ان هو معاه مشكلة، او موده متغير، او متضايق من حاجة، او قلقان او خايف. فانا كبابا وماما سايباه لوحده، مش بتدخل خالص ومش بتكلم خالص، وبعتبر اني خلاص بكره هيروق، ما جراش حاجه، كلنا بنرجع متضايقين. انا بعمل ايه؟ ممكن ابقى انا موجوع من جوايا اني ابني تعبان او قلقان او متضايق او خايف، لكن انا مش عايزه اورط نفسي نفسيا معاه، فانا ببعد عنه خالص، وبعتبر ان هو هيعالج ده لوحده. الحقيقه هو هيعالج ده لوحده، لكن هيعالج ده بالطريقه بان هو هيعمل حاجز نفسي جواه زي اللي انا عملته. هيعمل حاجز نفسي جواه بعيد عن الأشخاص، ولما يكبر مش هيقدر يعمل علاقة عميقة مع حد. فإذا إحنا محتاجين نراجع نفسنا، هل إحنا غير متورطين مع أولادنا؟ يعني أنا مش عايز أعرف ابني فين، ولا بيعمل إيه، ولا إيه حياته، إيه مشاكله، إيه طريقة أفكاره، بيفكر إزاي. دي من أمثلة المهمة جدا للأبوة الغير متورطة. طيب، ناتج الشخصية الغير متورطة هيبقى الشخصية دي هتطلع شكلها ازاي؟ أول مشكلة هيعاني منها الشخصية الغير متورطة هو إنه هيطلع مش عارف يعمل علاقات عميقة، علاقات عميقة مع أصحابه، مع ناس قريبين منه. دايما هو في حاله ومنعزل وعايز يبقى لوحده، مش نوع من الهدوء، لا خالص. انا خايف اقرب من الناس لحسن اغلط، خايف اقرب من الناس لحسن تحصل مشكلة كبيرة انا معرفش احلها، خايف احب حد، الحد ده يوجعني او يجرحني، خايف اتعامل يعني اتحمل بلود نفسي او اعباء نفسية او شغل كتير انا مش قادر عليه. فاول حاجة هو علاقاتيا، حتى لو اتجوز لما يكبر او اتجوزت، لكن مش بيبقى بيتهم مبني على علاقة عميقة، دايما كل واحد لوحده، وفي بين اطراف البيت اللي هيكونه ناتج الابوة والامومة الغير متورطة هيبقى قاعد لوحده وفي حاله، مش عايز يعمل علاقات مع الطرف الاخر او حتى علاقات مع الفاميلي الكبيرة. ايه مشاكل تاني لناتج الشخصية اللي طالعة من أبوة وأمومة غير متورطة؟ ان هو دراسيا مش هيبقى ناجح، والحقيقة كمان ان هو بيبقى معرض للتنمر بصورة شديدة، لان هو من جواه مهزوز وحاسس اني انا قليل وما عنديش قيمة كبيرة لنفسي، انا مش عارف اكون كبير قدام نفسي. عندي اعتقاد انا كطفل ان بابا وماما مش بيحبوني، حتى لو ده مش حقيقة، لكن محدش بيعبر لي، فانا قليل، وده بيخليه معرض للتنمر. يعني في جانب مني بيساعد المتنمر ان هو يتنمر عليا، لاني انا جوايا مهزوز. جوايا مهزوز دي ناتج من ايه؟ من الابوة الغير متورطة، او فيها جانب غير داعم على الاقل. الشخصية دي كمان التالت حاجة هتطلع معرضة لبعض أمراض النفسية، لأهمها قلة الانتباه، وأهمها كمان الاكتئاب، لأن هو حاسس نفسه قليل، ومهما نديناله كلام حلو لما يكبر هو مش بيبقى قادر يقبله ولا يحسه على نفسه، هو دايما لوام لنفسه لأنه شايف نفسه قليل. ايه تاني؟ الحقيقة الشخصية دي اللي منها بيطلع غضبان قوي، ومش راضي بفكرة ان هو قليل وان هو يدخل في اكتئاب، فبيطلع غضبان لدرجة ان هو بيبقى معاه ممكن مشاكل قانونية، يعني بيعمل حاجات برا القانون. طب انا كبابا وماما بتعامل بأبوة غير متورطة، انا محتاج اعمل ايه عشان اتنقل للأبوة المتزنة؟ انا كبابا وماما بتعامل بأبوة غير متورطة، الحقيقة انا محتاجة مساعدة من متخصص عشان اعرف اقدر اطلع من النقطة دي، لاني غالبا انا كمان ناتج لأبوة غير متورطة، فانا محتاج حد يساعدني علشان اقدر اطلع من النمط ده،
بتدريبات معينة بنديها بحيث ان هو يقدر يعملها. التدريبات دي على سبيل المثال ازاي تتعامل مع ابنك اول ما تشوفه، هتقوله ايه، ازاي تعبر عن مشاعرك، ازاي تعبر عن غضبك لكل اللي حصل معاك. الحاجات دي محتاجة مساعدة غالبا من متخصص ان هو يطلع بابا وماما من نمط التربية ده للنمط المتزن او النمط المعتمد. الأبوة الغير متورطة هي أسوأ أنواع التربية، لأني الشخصية اللي بتطلع من الأبوة الغير متورطة بتبقى معاكها مشاكل نفسية وقانونية ودراسية كتير. هنتقابل معاكم المرة اللي جاية، والنوع أو نمط التربية المعتمدة أو المتزنة استنونا، واعمل سبسكرايب عشان يوصلك الأبوة المتزنة أو المعتمدة هيكون شكلها ازاي. شكرا.